السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي يا صحابي. انا منى من قناة منمن احمد، جايلكم النهارده بالفرشة الدوارة. طبعا بنات كتير سألتني عنها. انا في الفيديو اللي انا عملته الريفيو عن مكوة الشعر اللي انا جبتها في جهازي قلت لكم ان انا جايبة الفرشة الدوارة، وخطيبي ربنا يخليه ليا جايب لي مكوة شعر برضو هبقى اعمل لكم ريفيو عنها. فرشة الدوارة اللي انا جايباها دي من ماك. انا بحب ماك جدا وبحب كل منتجاتها، جميلة جدا يا بنات الفرشة. يعني لو عايزين تجيبوا بس هاتوا النوع ده، انا جايبة النوع ده، جربتها بصراحة عجبتني. آم، هي بيبقى شكلها كده، ده شكل العلبة اهو. تمام. حلوة خالص. الميزة فيها، في واحدة سألتني قالت لي ايه الفرق ما بينها وما بين البيبي ليس المكوة العادية. هو انا لاحظت في فرق، يعني هو تقريبا نفس الاستخدام ان انتي بتفردي بيها الشعر، بس الفرشة آم، لاحظت فيها حاجة ان انا ينفع استخدمها من غير استشوار. يعني انا بستخدم، بس طبعا اهم حاجة يا بنات، اهم حاجة ان لما تيجي تستخدمي مكوة، لما تيجي تستخدمي استشوار، لما تيجي تستخدمي الفرشة، اي حاجة لازم تكوني غاسلة شعرك كويس جدا، وتكوني منشفاه طبعا. يعني حاولي ان انتي طبعا لو هتعملي استشوار انتي كده كده بتنشفيه بالاستشوار، بس تكوني غاسلاه اهم حاجة، ما يكونش فيه اي زيوت ولا اي كريمات ولا اي حاجة. تمام. تغسلي شعرك طبعا كويس جدا واعملي له حمام كريم، اعملي حمام كريم لشعرك وسيبيه وبعد كده اغسليه. هيطري الفتلة بتاعة الشعر نفسها، وهيخليها يعني تبقى طرية مع الفرد. تمام. آم، عشان ما اطولش عليكم، زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده الفرشة الدوارة. هي بيبقى شكلها كده يا بنات اهو. بيجي معاها السي دي ده بيشرح لك ازاي يعني طريقة استخدامها والكلام ده. تمام. هي بيجي معاها، هي دي شكل الفرشة اهي يا بنات، وبيجي معاها البتاعة دي. انا جايباها بقالي حوالي سنة. انا طبعا جايباها قلت اشيلها في جهازي، بس انا طلعتها استخدمتها اهي. جميلة جدا يا بنات بصراحة، استخدامها حلو قوي. الميزة اللي لاحظتها في دي ان انا ينفع استخدمها من غير ما اكون عامله استشوار لشعري. يعني عادي اكون غاسله شعري وزي ما قلت لكم عامله حمام كريم ومظبطاه، واقوم فارده بيها شعري. بتفرد كويس، بس طبعا الافضل ان انتي بتفرديه باستشوار الاول. طيب في بنت برضو سألتني قالت لي طب وايه، طب هي احسن ولا الفرشة اللي هي بتفرد الشعر؟ بصراحة انا ما اعرفش، انا ما جربتش الفرشة عشان اقول رأيي فيها. انا يعني سمعت حد جابها من الاعلانات بتاعة التلفزيون دي وما عجبتوش خالص بصراحة. طلعت وحشة جدا. محدش يجيب اي حاجة من التلفزيون يا بنات، بتبقى جودتها رديئة جدا. في محلات كتير بتبيع الادوات التجميلية دي، الاستشوارات والمكاوي والحاجات دي. هاتي الحاجة تبقى قدام عينك، جربيها. آم، تمام. دي معاها ضمان على فكرة. هي بنات هي بتبقى جزء اهو الفرشة تحت، ودي اللي بتلف يعني. تمام. آم، خليكم معايا هشغلها لكم اهو يا بنات. انا شغلتها. تمام. بتقومي اول حاجة دايسة على الباور ده، بيقوم شغال. هي اعلى سرعة فيها 230. تمام. عايزة تعلي من هنا، بتوطي من هنا. في حرف الار ده اللي بيبقى مسؤول عن بصوا اهي، اول ما بتقفلي كده بتقوم ملفوفة، شايفينها دي كده بتلف. طب الار ده اهي، لما بتدوسي عليه اهي بتختفي، وبدي بتبقى شغالة عادي. يعني بتستخدميها كبيبي ليس عادي، مفيش مشكلة. وكمان الميزة الفرشة اللي فيها ان هي بتسرح لك الشعر. يعني بدل ما تكوني شغالة بالمكوة في ايد وفرشة في ايد تانية، لا دي فيها الفرشة بتسرح لك الشعراية نفسها وانتي بتفرديها. فهي حلوة يا بنات وجودتها حلوة. انا هقفلها بقى. تمام. هي حلوة وجودتها حلوة ما شاء الله. كمان بيجي معاها الكفر ده.
علشان ده كفر حراري، عشان لو مثلا عايزة تلفيها فيها وهي مثلا سخنة. كويس يعني. بس يا بنات ده كان رأيي فيها، ان هي عجبتني بصراحة. انا كنت جايباها كان سعرها من سنة عامل 250. دلوقتي من عند نفس الراجل اللي انا جبتها منه عارضها بحوالي 375. غليت. بس انتوا هتلاقوها يعني في اكتر من مكان. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة يا بنات.